قصة حب انتهت بمأساة مروعة. جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة في مقتبل العمر، وانتهت بمصير مؤلم لمخرج سينمائي معروف إبراهيم لاما. الحكاية بتبدأ في تشيلي في أمريكا الجنوبية، واللي استقر فيها بدر وإبراهيم لاما، الأخين من أصل فلسطيني، وهاجروا مع أسرتهم في أواخر القرن ال19 واستقروا هناك وتعلموا وكبروا وخدوا الجنسية. كان عندهم شغف كبير بالفن وصناعة السينما، واللي ما كانتش لسه صناعة معروفة في العالم العربي، وعشان كده قرروا يشتروا معدات ومكان تصوير ويسافروا على فلسطين عشان يأسسوا أول شركة إنتاج سينمائي في فلسطين والشام. أثناء وجودهم على الباخرة اللي هيسافروا عليها إبراهيم تعب، وساعتها اضطروا ينزلوا في أقرب مينا، وهي مينا اسكندرية، وتقريبا جو اسكندرية سحرهم، فقرروا يقعدوا ويأسسوا شركتهم من مصر، واللي لقوا فيها ساعتها كل المقومات اللي ممكن تخلي الشركة والصناعة دي تنجح. وبالفعل أسسوا شركتهم سنة 1926، وكان مقر الشركة في اسكندرية. الأخوين لاما كانوا وقتها متأثرين بسينما هوليوود، وده أثر على إنتاجهم اللي في أوقات كتير كان بيتهم إن فيه اقتباس حرفي ومفيهوش إبداع، خصوصا في بدايات التأسيس. وكان إبراهيم مسؤول عن إخراج الأفلام، وبدر هو البطل الأساسي لإنتاج الشركة. وكان بدر وقتها بيحاول يقلد حركات ولبس النجوم العالميين ساعتها زي فالنتينو ونوفارو. بدر ما كانش بيعرف يتكلم عربي كويس، وعشان كده كان بيعتمد على الفرنساوي في كتابة سيناريوهات أفلامه، خصوصا الأفلام الصامتة. ولكن مع ظهور السينما الناطقة كان لازم الأخوين لاما يواكبوا التطور، وبالتالي حاولوا يتحايلوا على الموضوع بانهم يحاولوا ينتجوا افلام معتمدة على الحركة والاكشن والمغامرات، وده عشان ما تبانش لغة بدر والعربي بتاعه المكسر، واللي كان بالفعل بيتعلمه. لكن المسألة ما كانتش سهلة. سنة 1939 قرر إبراهيم إنه ينتج فيلم قيس وليلى، وطبعا بدر كان بطل الفيلم، وكان الفيلم فشل وفضيحة كبيرة للشركة، لأن قيس كان شاعر وبدر ما كانش بيعرف ينطق عربي كويس، وده خلى ناس كتير تنتقد الفيلم والشركة. للأسف على الجانب العاطفي والشخصي عيلة لاما ما كانتش محظوظة أبدا. بدر اتجوز جوزفين جورج سيركس، واللي سماها بعد كده بدرية رأفت بعد قصة حب كبيرة. بدرية كانت ممثلة، وفعلا شاركته في فيلم قبلة في الصحراء، ولكنها للأسف ما اتشهرتش على الرغم من إنها قدمت أكتر من عمل فني، وده لأن فجأة بعد تصوير فيلم البدوية الحسناء بدر جاله ذبحة صدرية وتوفى، وكان عمره ساعتها 40 سنة بس. وموته كان صدمة على الكل، خصوصا بدرية اللي دخلت في حالة حزن واكتئاب بعد وفاة جوزها، وزادت حالة الاكتئاب بعد ما قامت حريقة في استوديو لاما في حدائق القبة، وللأسف كل تاريخها الفني أكلته النار. أما إبراهيم لاما فحاول إنه يعوض مكان بدر بابنه سمير، لكن برغم كل الدعم والمحاولات اللي عملها إبراهيم مع سمير ما كانش ليه قبول عند الجمهور، وبالتالي قرر يعتزل السينما نهائي وهاجر لأمريكا واشتغل في التجارة، وفضل هناك لحد وفاته في 2004. إبراهيم لاما حالته النفسية كانت سيئة جدا، خصوصا إن بعد وفاة أخوه سافر هو وابنه لأوروبا عشان يجيبوا معدات جديدة للشركة، لكن السفر وقتها استمر حوالي سنة، وده خلى ناس كتير في الوسط الفني والسياسي تتهم لاما بالتعامل مع الأعداء. ولما رجع إبراهيم من بره حاول يصحح موقفه ويقول إن خلال المدة دي كان بيدور على أدوات لكن جودتها ما عجبتوش، وعشان كده هيجيبها من أمريكا، لكن ملقاش اللي يسمعه ولا اللي يصدقه، واستمر الهجوم عليه، فقرر يسكت خالص ويركز في شغله. وبالفعل رجعت الشركة تاني لأعمالها وأفلامها بشكل طبيعي، ولكن اللي ما كانش طبيعي تماما كانت علاقة إبراهيم بزوجته إيزابيل جورج، وكانت دايما بتتخانق مع إبراهيم بسبب غيرته الزايدة. إبراهيم ما كانش جوزها الأول، قبله إيزابيل كانت متجوزة طيار أمريكي وكانت عايشة معاه في أمريكا، لكنها قررت ترجع مصر لأهلها وتتطلق منه، وبعدها بفترة قليلة قابلت إبراهيم لاما واتجوزوا. لكن الحياة مع إبراهيم ما كانتش سهلة، لأنه كان بيغير عليها بجنون، لدرجة إنه منع خالها يزورها في البيت ومنعها تشوف أهلها أو تزورهم إلا في وجوده، وكان بيشك في أي حد يقرب منها، لدرجة إنه في مرة ضرب محصل النور عشان بس شك إنه بص عليها وهو بيطلب منه تحصيل الفاتورة. إيزابيل ما استحملتش أسلوب إبراهيم وقررت تلجأ للقنصل الأمريكي عشان يحميها منه، خصوصا إنها كانت بتفكر في الطلاق. وبعد يومين بس من زيارة إيزابيل للقنصل، وتحديدا يوم الخميس 14 مايو 53، اتنشر خبر وفاة إيزابيل على إيد جوزها إبراهيم لاما.
واللي من شدة حبه ليها وهوسه وغيرته أنهى حياته هو كمان بإيده بعد ما موتها. واتقال في الخبر بأن اسم بوليس الأزبكية اتلقى خبر عن جريمة في المنزل رقم 158 بشارع الملكة رمسيس، فخرج على طول البكباشي حسن كامل مأمور الاسم، والصاغ حافظ عفيفي نائب المأمور، والملازم أول سعد عفيفي، وراح لهم وكيل النائب العام. لقوا جثمان واحدة في 28 من عمرها متصابة في بطنها وراسها وظهرها، وجنبها جثمان إبراهيم لاما وراسه مصابة، وكان قلبه لسه بينبض، وفارق إبراهيم الحياة قبل وصوله لمستشفى الدمرداش. وكمل حكيم منير وكيل النائب العام التحقيق في الحادث، وسمع أقوال صاحب البيت اللي وقع فيه الحادث وهو إيميل بطار. وقال صاحب البيت إنه كان نايم قبل ما يجي إبراهيم عشان يزور مراته، وصحي أول ما وصل إبراهيم لاما وشاف إيزابيل وهي بتستقبله وبتفتح له الباب، وبعدها دخلوا الصالة وسمع الحوار اللي دار بين إبراهيم لاما وإيزابيل، واللي كان بيقول لها انهم لازم يرجعوا لبعض وترجع بيتهم. بس إيزابيل أصرت على عدم الرجوع بسبب اللي بتشوفه من سوء المعاملة، وكانوا بيتكلموا بصوت عالي جدا. وبعدها سمع صاحب البيت صوت ضرب النار. ونشرت الأهرام في 16 مايو سنة 1953 خبر بتقول فيه طلبت المجني عليها حماية البوليس، ولكن الموت أصر على مطاردتها. وأفادت جريدة الأهرام إن النيابة فتشت بيت إبراهيم بعد وفاته، ولقوا فيه رسالة مكتوبة بنفس تاريخ الحادث، وكان كاتب في الرسالة إنها امرأة عاشت في خيالي، وكان لها على نفسي سلطان كنت أعبدها، ولكن عبادتي لها انقلبت إلى كفر، وسأمضي إليها كافرا فأذيقها كأس العذاب الذي طالما أذاقته لي. الخميس 14 مايو، يوم حرب أو سلام. للأسف بعد وفاة بدر وإبراهيم وسفر سمير الشركة ما بقاش فيها إدارة، وطبعا المال السايب يعلم السرقة. وفي خلال كام شهر من وفاة إبراهيم الشركة تراكم عليها الديون والضرايب بعد ما أنتجت أكتر من 60 فيلم، وكانت السبب في ظهور عمالقة الفن المصري زي محمود المليجي وأنور وجدي وشادية ونجوم كتير تانيين هيفضلوا في الذاكرة مهما مرت سنين. وهيفضل إبراهيم لاما هو مؤسس السينما العربية واسمه محفور في التاريخ.